دا يروج له هو من يروحون يتعلمون. فالمدربين هناك شي يقولوا له؟ يقولوا له انت تعال، انت علمناك احنا هذه الطاقة، وقع على هاي العقود انه لازم ما تشاركها، واذا شاركتها لازم تاخذ اموال. ليش اموال؟ زين انت تقول طاقة وافيد الناس وانه هاي الطاقة تفيد البشر، زين ليش تاخذ اموال منه؟ لان هو المدرب مال المعلم الروحي اللي بالهند ولا بالهندوسية ولا وين ما وين، علم انه ياخذ اموال. ليش؟ حتى تستمر عمل البزنس. هو بزنس، هم يسموه بيج اندستري، يعني مكان ضخم، مثل حال البزنس المطاعم، مثل حال بزنس المصانع. هذا هم مكان طلعون منه وظائف وفلوس. منو براس الفقير اللي هارب من حياته الواقعية يبحث عن الخيال، يبيعوا له خيال. تخيل يعني انت تروح يبيعوا لك خيال بمبالغ هائلة. يعني كيف شيء سهل، يعني ما يحتاج حتى يصرف شيء، مجرد يبيع لك الخيال بمبلغ مادي. هل يا ترى هذا الشيء واقعي؟ لا، هو مو واقعي، هو خيالي. انت تعيش عالم مبني على اوهام، تهرب من حقيقتك اللي داخلك، الحقيقة الداخلية، الحقيقة اللي كثير من البشر يبحث عليها لكن ما يعرفها، ما يلقى الشخص اللي يحتاجها. ما يلقى الشخص اللي فهمه، اللي فهمه يحاول يوصل له الفكرة انه هذا الشيء، انه انت لازم تبحث عن حقيقتك انه انت من، مو تروح تتعلم خيال وتجيب طاقة سلبية وتجيب شياطين معك من هاي البلدان. أنا أقول لك عن تجارب، وكثير ناس راحت إلى هاي البلدان رجعت مجانين. هذا بعدين راح أتطرق له. أنا أريدك تسمع هذا الكلام حتى تفهم أنه أنت واقعك راح تدمر نفسك، راح ياخذوك إلى عالم لوسيفر، عالم الخدم، عالم مكان بأشخاص هياخذون عقلك. ممكن تروح انت عندك عقل، راح ترجع بلا عقل. انتبه لحياتك، انتبه انت وين ماخذيك. تخليهم يروجون افكارهم وخيالاتهم ويبيعوها لك وانت تكون الكاستمر. انا على مودك، يعني انا على مود الاشخاص الحاليين، يعني على مود انه الاشخاص الفقراء. هي حرب بين العالم الخيال الشيطان وحرب بينك. هسه افهمك ليش تقول الشيطان. هل يا ترى انت تصدق تروح لشخص يعمل لك طاقة ويعطيك اياها وتروح انت تاخذ الطاقة وتمشي؟ ماكو شي مجاني. انت تروح تتمارس عبودية الشيطان. لا تتصور ابدا، لا تتصور انه انت من تروح لهاي المكانات وتتعلم راح تهرب بسهولة. راح يتم الانتقام منك وتأذية روحك، وتكون انت داخل هدفهم ويتحكمون بك. هذا الكلام للفقراء اللي يريدون، الفقراء اللي يريدون يتعلمون شيء لكن ملاقين مكان يتعلمونه. هل فكرت انه انت من تروح تاخذ هاي اموالك اللي تعبت بيها ممكن شهر سنة سنتين بعت سيارتك؟ ناس اعرفهم انه يبيع سيارته، يبيع محله او شيء حتى يروح يتعلم الطاقة ويرجع يمارسها. This is bullshit. انت تتعلم اشياء، هاي الاشياء خيال. انت تروح تجيب خيال وترجع، مو علم هذا. العلم عندما يكون في مصادر موثوقة، مصادر تتعلم بها معترفة عالميا.
انت ما تروح تمارس تتعلم مثلا تسوي تتعلم حلاقة او تروح تتعلم مهنة الصبغ او الدهان او تروح تتعلم البناء. انت تروح تجيب خيال وتجي. باكر عقبه شخص يقولك انت شنو متخرج؟ تقول له متخرج علم الطاقة. طاقة شنو؟ طاقة السحر قصده؟ خلي يكون واقعيا، يعلموك طاقة سحر، وهذا حيأثر عليك، يأثر على عائلتك، يأثر على الناس اللي حولك. فكر بصورة واقعية، فكر انه انت قبل ما تخطي هاي الخطوة. نصيحة إلك وهاي رسالة، انه انت راح تاخذ نفسك الى مكان مظلم، مكان فيه اشباح، راح تعيش وحيد، راح يعلموك شي حتى يكسبون منه طاقتك، يعني حيتغذون على طاقتك. هاي طاقتك الجميلة ان انت تروح نقي، راح ترجع مليان بالسلبية، مليان بالامراض. ما شوفش اشخاص يبكون من يسوون لهم هاي الشغلات، من تروح لهناك ويعلموك هاي الطاقات ويخلوك بمكان، بعدين يخلوك تتأمل وتشوف الاشخاص يبكون. صدقني هاي كلها شياطين تدخل داخلك، تتاخذ من روحك ومن طاقتك. اتمنى انه هاي الرسالة راح توصل لاكثر عدد من الناس. اتمنى انه الناس تشاركني تجاربها، تكتب لي بالتعليقات كيف راحت ودا يصير معها، شنو الاشياء اللي دا يصير معها من راحت وصار، لان صار قصص هواية ناس انضحك عليها، هواية ناس تأذت. المهم احنا بحياتنا اليومية لازم نكون ناصحين، ما راح ناخذ شي. انا اعطيك من ناس شافتها وحكتها لي، تعطيك من تجارب، صدقني تجارب صحيحة وواقعية. لأن لا تصدق يخلوك تقعد بغرفة مظلمة، راح تكتسب أشياء جميلة. أنت تترك عقلك الجميل، لذلك أنه تشوفهم عند التعلم يقول لك اترك عقلك ونعالك عند الدخول إلى غرفة التأملات. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه أنت ما حتروح لهم بلا عقل. لو كانت تتعلم طاقة لازم يكون عقلك معك فاهم واعي. لا يقول لك احنا حنعلمك الوعي، اترك عقلك ونعالك وحذائك خارج غرفة التأملات، فتخيل راح يسيطرون عليك. نصيحة، التفت الى نفسك قبل ما تتخذ هاي القرار، التفت الى عائلتك، استثمر اموالك بالخير، تعلم اي مهنة، لا تاخذ اموالك وتعطيها لهم لتعلم سحر يأذيك، يأذي عائلتك، يأذي اطفالك، يجلب لهم الطاقة السلبية. اتمنى هاي الرسالة توصل للآخرين، واكيد اتمنى تشاركوها، خاصة الاشخاص اللي مقررين يتعلمون هاي الدراسات اللي دي يصورها هي دراسة وهي وهم وخيال. انتبه، انت مهما تلعب بعقلك. مع السلامة.